يا صباح الفل عليكم. تعالوا نشوف ايه الروتين اللي لو عملتيه بسرعة هيأثر على يومك بشكل ايجابي جدا. بحب اول ما اصحى من النوم كده، اول ما ادخل المطبخ، لان ده اول مكان انا بدخل فيه. اول ما ادخل المطبخ احب الملم كل شيء فيه. بحب اشوف المطبخ قدامي كده فاضي فاضي وشكله كده هادي. ما احبش الدوشة، بجد بتجيب لي اكتئاب بسرعة. هنا لملمت اللي على الحوض، كنت انا غسلاهم من بالليل، لملمتهم كلهم ورصتهم في ظرف المطبخ. وبحب اطمن اشوف اخبار التراب ايه، لان على الرغم اني عايشة في اوروبا الا ان للاسف في تراب كتير جدا. وبحب قوي احط اكسسوارز صغيرة زي العربية اللي انتوا شفتوها دي. اما الستاير دي انا اشتريتها من امازون، كانت عجباني قوي، شفتها في مسلسل تركي. واشتريت كمان من امازون الورد البلاستيك ده، سهل جدا ان انت تشكليه باي شكل. بحب اربط بيه الستاير، بيديلها منظر جميل جدا. على فكرة الورد ده مش رخيص، طلع غالي للأسف، بس يستاهل، بقاله معايا 3 سنين. تحفة بجد تحفة. وبعد كده قلت اكمل ترتيب المطبخ يعني. بس اهم حاجة حبايبي، اعملولي لايك وشير، واللي مشتركش في القناة ينزل يشترك. هنا بقى دي الغسالة دي، عايزة اقول لكم دي يعني حاجة كده ماجيك، بجد مهمة جدا في كل بيت. يعني انا انصحكم بيها بجد، الا بقى لو في بيوت ما بتستخدمش كتير مواعين، فخلاص كل واحد قدر بظروفه. بس انا بالنسبة لي بجد مهمة جدا لأبعد الحدود. بتلم كل الرفايع اللي بتاخد مني وقت وقفة طويلة على الحوض. فلملمت كل شيء من الغسالة ورتبتهم في أماكنهم بالظبط. بحب ألاقي الحاجة مترتبة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده البهارات مكتوب عليها تاريخ الانتهاء، عشان أنا بفضيها في كونتينر وبرمي الأكياس بتاعتها، وكتبت تاريخ الصلاحية عشان أفتكرها. وبعد كده بقى ما خلصت مطبخي، لازم فنجان القهوة الصبح، لأن أنا ما أقدرش أشربه في أي وقت تاني. أولا بيصحصحني، وثانيا عشان ما يأثرش على نومي بالليل، فلازم أشربه في وقت بدري جدا. عايزة أقول لكم طقم الفناجين ده أنا جايباه من تركيا، بجد رائع. لو عايزين حاجة حلوة تكون تقيلة، ما تجيبوش أي طقم قهوة خفيف. وهنا قلت أشرب قهوتي في الجنينة، لقيت الجو جميل وما بيمطرش، فقلت أشربها في الجنينة. بس قلت أشيل الورد الأول الدبلان. وشايفين ورا السنجاب، أنا بحب أتفرج عليه جدا، أنا أصلا بحب الكرتون بتاع السنجاب. شايفين بجد شكله كيوت جدا جدا، أنا بحب أطلع له أكل دايما. هنا بعد ما خلصت المطبخ بتاعي وخدت قهوتي وطلعت على الجنينة، بحب أشربها كده في الجو برد شوية، بحس بانتعاش صراحة. اعملوا لي لايك وشير لو وصلتوا لعند النقطة دي. عايزة اقول لكم المرجحة دي تحفة بجد، تحفة تحفة لأبعد الحدود. انا قعدت هنا اشرب قهوتي وفي نفس الوقت اقول الاذكار بتاعتي. بجد الاذكار دي مهمة جدا جدا. لما تبدأوا يومكم بالصلاة والقرآن، تقرأوا ولو صفحة واحدة ولو نص صفحة، يعني قليل مستمر خير من كثير منقطع. ما تضغطوش نفسكم. بعد ما خدت قهوتي رحت لابسه كده وخارجه. عايزه اقول لكم هنا في اوروبا لازم الانجليز يخرجوا يوميا. هتقولوا لي ليه يوميا؟ اولا هما بيشتروا الخضار بتاعهم يومي بشكل يومي عشان يبقى فريش، دي حاجه. الحاجه التانية ان هنا البلد معتمدين على حبوب الاكتئاب للاسف، لان هنا ممكن بطبيعه الجو ومفيش شمس، فالإنسان بيبقى معرض للاكتئاب بشكل أسرع. فبيحاولوا إن هم يلهوا نفسهم بإنهم يخرجوا يعملوا شوبينج اكتيفيتيز، فلازم يوميا يخرجوا. وبما إني أنا في الغربة برضو، فبحب يعني إيه أخد أو أتطبع من الطباع الحلوة بتاعتهم، زي الرياضة زي المشي. فأنا خدت بعضي وقلت أنزل أتمشى. بجد مهم جدا جدا، بتأثر على نفسية الواحد لما الواحد يخرج ساعة كده الصبحية بدري. صراحة أنا ما بعملهاش باستمرار، بس على قد ما أقدر بعمل. شايفين الناس ماشية كده كلها كده أكتف وحيوية. هنا مفيش حد بيساعد حد، لازم تعتمد على نفسك. بعد كده وأنا ماشية لقيت يعني
زي ملعب صغير كده حاطين فيه التراب بتاع البحر، عارفين السند الناعم، الرمل الناعم قوي ده، حاطينه مخصوص للأولاد عشان ينزلوا يلعبوا فيه. وبتدفعوا ممكن 1 باوند أو حاجة بسيطة جدا، والأولاد تقعد هنا، أهاليهم يقعدوا على الكراسي والأولاد تنزل تلعب في التراب ده. المهم قبل ما اروح اعمل شوبينج، انا كنت عايزة اقول لكم ان انا في نفس المكان ده انا دخلت مطعم وصورت لكم فيه كل الاكلات، اكتر من 150 صنف واكل باكستاني، وبصراحة البوفيه ده رائع، انا انصحكم فيه. واللي وصل معايا لاخر الفيديو ما ينساش ينزل يعمل اشتراك ولايك.